السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم أبطال تاني إعدادي. ازيكم يا وحوش؟ عاملين إيه؟ عاش عليكم بجد إن إحنا خلصنا الوحدة الأولى، ويلا بينا النهاردة عاملين محاضرة أو حصة تأسيس للوحدة التانية اللي هي بتتكلم عن التفاعلات الكيميائية، من الحصص المهمة جدا جدا، واللي لو حضرتك ما اتفرجتش عليها مش هتقدر تكمل معانا كويس في الوحدة التانية اللي بتتكلم عن التفاعلات الكيميائية. الكورس بتاع الشهر الثاني او كورس التفاعلات الكيميائيه من الوحدات المهمه جدا جدا عندنا في المنهج، وبيجي عليها اسئله كتير جدا في الامتحان. رغم انها وحده صغيره بس بيجي عليها كم اسئله رهيب جدا في الامتحان، بيبقى عليها اسئله كتير جدا. والطالب اللي مش متاسس في الرموز الكيميائيه وفي العناصر، ما بيعرفش يكتب معادله، هيبقى الموضوع معاه صعب شويه. فعشان كده قبل ما نخش على الوحده بتاعتنا حبيت اعمل لك حصه تاسيس تأهلك ان انت تشتغل في الوحدة التانية وانت مستريح وحاطط رجل على رجل. فالنهاردة هنراجع مع بعض اهم العناصر الكيميائية اللي موجودة في التفاعلات، وازاي هنتعلم مع بعض ازاي نكتب زي ما انت شايف العناصر الكيميائية كلها والمجموعات الذرية. هعلمك النهاردة ازاي تكتب صيغة كيميائية لمركب على بعض، وكمان هفكرك بالعناصر والرموز بتاعتها بالانجليزي اللي انت خدتها في سنة اولى، عشان كل ده هنحتاجه مع بعض. عشان احنا السنه دي هنكتب معادله كيميائيه. اللي مش عارف يعني ايه معادله، لما بنيجي نعمل حاجه اسمها تفاعل كيميائي لازم نكتب معادله، والمعادله بتكون بالرموز الكيميائيه مش بالعربي. فعشان انت تبقى داخل الوحده دي وانت مستريح وقادر فعلا ان انت تشتغل فيها، لازم اراجع لك على الحاجات اللي فاتت واسسك فيها. لو انت مش فاكر افكرك، ولو انت مش عارف هعرفك. يلا يا بطل، كوبايه الشاي بتاعتك او كوبايه القهوه وورقه وقلم عشان تسجل معايا كل الحاجات اللي هقولها، لان هي مهمه جدا جدا جدا. يلا بسم الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما. اللهم بارك لنا في وقتنا، اللهم وفقنا. بسم الله. هنبدا مع بعض النهارده ان شاء الله بالتفاعلات الكيميائيه، ونبدا مع بعض كده باول حاجه خالص من البدايه. يعني ايه عناصر كيميائيه؟ بص يا حبيب قلبي، اولا حضرتك خدت يعني ايه عنصر كيميائي. قلت العنصر هو عباره عن كلمه بالعربي انا بكتبها بالانجليزي، ولازم اكون حافظ الرموز. طيب اسالك سؤال كده قبل ما نبدا، حضرتك تعرف تفرق لي ايه الفرق ما بين العنصر وبين الايون، او بين الذره وبين الايون؟ طالب بيقول لي مستر انا بيني وبينك انا مش فاكر. تعالى يا عم افكرك، انت حبيب قلبي. قال لي يا مستر ايه الفرق بين العنصر العادي وبين الايون يا مستر؟ قال لك بص يا عم، لو انا جبت لك كده الصوديوم، ده رمز الصوديوم اكيد كلنا عارفينه محدش نسيه. الصوديوم ان ايه؟ لو انا جبت لك الصوديوم بالمنظر ده هتقول لي يا مستر ده عنصر او ده ذره متعادله طبيعيه. طب لو انا جبت لك الصوديوم بالمنظر ده قلت لك ان ايه عليه موجب، هتقول لي يا مستر لا ده ايون بنقول عليه ايون موجب يا مستر، لان هنا الصوديوم فقط. طب فكرني كده، هو الصوديوم كان توزيعه بيتعمل ازاي؟ قال لي يا مستر الصوديوم كان 11. فاكر التوزيع ولا نسيت؟ لا فاكر يا مستر. 2 8 1. قال لي يا مستر فكان هو بيفقد اخر الكترون وبيتحول لايون موجب عشان يبقى شبه، الله ينور، عشان يبقى شبه النيون 10 يا مستر. يبقى الصوديوم كان عدده الذري 11 يا مستر، فكان بيفقد اخر الكترون ده عشان يبقى عنده مستوى الطاقه الاخير مكتمل، فكان بيتحول لايون موجب. يبقى ايه الفرق ما بين العنصر والايون؟ قال لي يا مستر العنصر هو عباره عن ذره متعادله لا فقدت ولا اكتسبت، انما الايون هو ذره عنصر فقد او اكتسب الكترون او اكتر، ويكون يا اما ايون موجب، وايون موجب ده لو العنصر فقد، وايون سالب لو العنصر اكتسب. جميل. يبقى الايون ده حاجه او عنصر فقط او اكتسب، يا اما بيبقى عليه اشاره موجبه يا عليه اشاره سالبه. انما العنصر لا، او الذره بيكونوا متعادلين لا فقدوا ولا اكتسبوا. حبيت اوضح لك الفكره دي عشان تبقى انت عارف ايه الفرق ما بين العنصر او الذره وبين الايون. تعالى بقى نفتكر مع بعض ايه هي الرموز بتاعه العناصر الكيميائيه اللي عندنا يا مستر. قال لي الهيدروجين طبعا عشان افكرك رمزه اتش، هيدروجين اتش. يلا سجل ورايا بقى وتاخد سكرين شوت. الهيليوم اتش اي، وخليك فاكر ان الاول بيكون كابيتال والتاني سمول. الزئبق، فاكرين الزئبق؟ اتش جي. الاكسجين او واحد يقول يا مستر لا ده الاكسجين او 2. لا يا حبيبي ركز،
الاكسجين ذره واحده بيكون او، انما لو قلت لك اكتب لي الجزيء O2، انما الاو بس دي هي الذره، وانا هنا بقول لك الذره او العنصر المفرد يعني حاجه واحده. الفلور اف يا مستر كابيتال كده. طب الحديد اف اي، الاول كابيتال والتاني سمول. طب الفوسفور يا مستر، الفوسفور كان بي بس كده. طيب الرصاص بي. الكبريت اس يا مستر. طب السيليكون فكروا الله ينور الناس اللي قالت اس اي، برافو عليكم اس اي. البوتاسيوم كي يا مستر. المغنيسيوم ام جي، الاول كابيتال والتاني سمول. طب الليثيوم ال اي. يلا يا معلم لو عايز تاخد سكرين شوت اهو، يبقى دي كده كل العناصر اللي عندك في الصفحه الاولانيه. تعال نكمل باقي العناصر. الخرسين يا مستر بنقول عليه عندنا الخرسين او الزنك، نجيب لون كده ايه يكون ماشي معاهم كلهم. قال لي يا مستر بنقول عليه الخرسين او الزنك. قال لي يا مستر الخرسين او الزنك رمزه زد ان. النيتروجين ان يا مستر. بص بقى ركز بقى بالتلاته دول عشان الناس بتتلخبط. في فرق ما بين البورون او البورون والبريليوم والبروم. البورون بنقول عليه بي بس يا شباب، ده كده البورون. طب البريليوم رمزه بي اي، انما البروم بي ار. بي اي يا شباب، بي اي. يبقى البرون بي، البريليوم بي اي. طب البروم بي ار. طب اليود فكروني، اليود يا مستر اي. طب الكلور سي ال. نكمل. النحاس يا مستر سي يو. طب الكروم فكروني، قال يا مستر الكروم سي ار، من اسمه كروم سي ار. الارجون اي ار يا مستر، ارجون. الالومنيوم كلنا عارفينه طبعا اي ال، طبعا الالومنيوم محدش هينساه. الذهب والفضه قال لي يا مستر الاثنين بيبداوا بحرف الاي، بس الذهب اي يو والفضه اي جي. خلاص في اي مشكله في العناصر دي؟ كده كل العناصر الكيميائيه اللي عند حضرتك، يا رب تكون انت فاكر الرموز بتاعتها، ولو مش فاكر اديني فكرتك كده. دول كل العناصر اللي انت هتحتاجها. الصوديوم طبعا ان ايه عارفينه، تمام. فدي كده كل العناصر اللي حضرتك هتحتاجها معانا لما نيجي نشتغل في الوحده الثانيه. اظن مفيش حاجه ثانيه انت هتحتاجها. راجع معايا العناصر دي وعيد الفيديو تاني وسجل العناصر دي في ورقه لان هي مهمه جدا. نخش بعد كده على حاجه اهم وهي المجموعات الذريه. ايه يا مستر المجموعات الذريه دي؟ انا مش فاكرها، فكرهاني. قال لك المجموعات الذريه دي هي عباره عن كذا عنصر، لا كذا ايون مع بعض. بص لخبطك ازاي، كذا ايون مع بعض يا مستر داخلين في صوره مجموعه. فالمجموعات الذريه هي عباره عن ايونات، فهتلاقيني لما بعمل عليها اشاره لان هي عباره عن ايونات. يبقى يا مستر لما اجي اقول لك المجموعه الذريه عباره عن ايه، هتقول لي يا مستر المجموعه الذريه عباره عن ايونات لعناصر يا مستر. ايونات مش عناصر، ايونات، فدايما بيكون عليها اشاره يا اما موجبه يا اما سالبه. تعالى يا مستر نشوف اهم المجموعات الذريه بالتكافؤ بتاعها. طب تعالى كده افكرك يعني ايه تكافؤ. الطالب اللي نسي يقول لي يا مستر هو ايه التكافؤ ده؟ افكرك يا حبيبي. قال لك التكافؤ ده هو عدد الالكترونات في مستوى الطاقه الاخير. قال لي يا مستر التكافؤ ده هو عدد الالكترونات اللي موجوده في مستوى الطاقه الاخير لاي عنصر، ده اسمه الكترونات التكافؤ. زي ايه يا مستر؟ زي مثلا ان ايه، الان ايه عدد الذري 11، وزع يا حبيبي 2 8 1. اجي اقول لك عدد الكترونات التكافؤ في الصوديوم، هتقول لي هو 1 لان هو عدد الالكترونات اللي موجوده في مستوى الطاقه الاخير، يبقى تعمل لي على الصوديوم كده. يبقى الصوديوم يا مستر ده كده لما بيجي بيفقد الواحد، والكترونات التكافؤ عنده 1. يبقى يا مستر الصوديوم تكافؤه احادي ولا ثنائي؟ هتقول لي يا مستر الصوديوم تكافؤه احادي. قيس بقى كده على كل العناصر اللي عند حضرتك. يبقى تاني التكافؤ، اظن الحاجات دي قديمه بس انا بعيد عليها تاني. التكافؤ هو عدد الكترونات يا مستر اللي موجوده في مستوى الطاقه الاخير. زي الصوديوم كم الكترون موجود في مستوى الطاقه الاخير؟ 1. يبقى يا مستر تكافؤه احادي. خلصت. تعال ناخد مثال كمان. مثلا يا مستر عندنا المغنيسيوم ام جي رمز عدد الذري 12، فبنقول 2 8 2. فاجي اقول لك المغنيسيوم تكافؤه ايه؟ هتقول يا مستر ثواني، هو التكافؤ ده هو عدد الالكترونات اللي موجوده في مستوى الطاقه الاخير. ابص الاقي يا مستر هو عنده 2 في مستوى الطاقه الاخير، يبقى تكافؤه ثنائي.
طب ناخد مثال كمان، الالومنيوم يا مستر، الالومنيوم عدده الذري 13، وزع 2 8 3. اقول لك تكافؤ ايه؟ هتقول لي يا مستر التكافؤ هو عدد الالكترونات في مستوى الطاقه الاخير. اجي ابص هلاقي يا مستر عنده 3 الكترونات في مستوى الطاقه الاخير، يبقى تكافؤه ثلاثي يا مستر. بس كده. يبقى اول ما اسالك عن التكافؤ هتقول لي التكافؤ يا مستر هو عدد الالكترونات اللي موجوده في مستوى الطاقه الاخير، بشوف اخر مستوى عندي وبشوف فيه كام الكترون، وبناء عليه بقول لك التكافؤ بتاع العنصر ده. سهله؟ سهله. طب يا مستر التكافؤ بتاع المجموعات هعرفه ازاي؟ لا انا هقول لك عليه دلوقتي، تكافؤ المجموعات انا هقول لك عليه. تعال نشوف مع بعض التكافؤ بتاع المجموعات الذريه. قال يا مستر الهيدروكسيد، مجموعه الهيدروكسيد مهمه جدا، OH بنحط عليها سالب من فوق كده. OH تكافؤ بتاعها يا مستر احادي، تكافؤها احادي. يبقى الهيدروكسيد OH. تاني ركز في المجموعات عشان مهمه جدا. الهيدروكسيد OH عليها سالب من فوق، تكافؤها احادي. النترات NO3 عليها برضو سالب، تكافؤها احادي. النيتريت، فرق ما بين النترات والنيتريت، كلمة نترات يعني 3، انما نيتريت يعني 2. عليها مستر برضو احادي، عليها سالب. طيب الكلورايت، الناس اللي ما تعرفش رمز مجموعة الكلورايت ClO2 عليها برضو يا مستر سالب. طيب الكربونات كلنا عارفينها CO3 عليها مستر الكربونات سالب 2، تكافؤها ثنائي. يبقى لما تلاقي سالب كده من فوق بس، سالب كده بس، يبقى ده احادي، انما اول ما اقول لك سالب 2 يبقى دي يا مستر تكافؤها ثنائي. طب الكبريتات، قال الكبريتات يا مستر SO4 برضه سالب 2. السالب يا شباب بيتحط من ناحيه اليمين كده عشان ده انجلش، سالب 2. تمام نكمل. قال يا مستر الكبريتيت، فرق ما بين الكبريتات والكبريتيت، الكبريتات SO4 انما الكبريتيت SO3، شيل منهم واحد. الكبريتيت برضه يا مستر سالب 2. طيب الفوسفات، قال الفوسفات BO4 سالب 3، تكافؤها ثلاثي. البيكربونات، قال لي الكربونات لسه قايلين CO3، البيكربونات حط قبلها H بس، HCO3 سالب 1 يا مستر، يعني تكافؤها احادي. الامونيوم، قال الامونيوم الوحيده هي اللي مختلفه عنهم، الامونيوم NH4 ده الرمز بتاعها، وتكافؤها بيكون موجب من فوق كده، عليها اشاره موجبه وتكافؤها احادي. يبقى الوحيده اللي هتلاقي عليها موجب من فوق هي الامونيوم. هي دي المجموعات اللي عند حضرتك اللي مهمه جدا جدا. هيدروكسيد OH. نترات، الفرق بين النترات والنيتريت، نترات NO3، نيتريت NO2. كلورايت ClO2، كربونات CO3، كبريتات SO4، كبريتيت SO3، يبقى كبريتات SO4، كبريتيت SO3. فوسفات BO4. بيكربونات، قال لك كربونات CO3، البيكربونات اول ما تلاقي بيكربونات HCO3. الامونيوم الوحيده NH4 وعليها موجب من فوق، الوحيده اللي عليها موجب هي الامونيوم. يبقى يا مستر هي دي المجموعات الذريه اللي عند حضرتك اللي انا عايزك تحفظها، ومهمه جدا 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 عشان لما نيجي نخش في الوحده تبقى انت متاسس. طيب الحته اللي جايه دي بقى مهمه جدا جدا، واصحى معايا بقى، اصحى معايا لو كنت نايم. كيفيه كتابه صيغه كيميائيه. انا يا مستر عايز اكتب صيغه كيميائيه، ازاي اقدر اكتب صيغه كيميائيه يا مستر؟ لما يجي يقول لي مثلا حمض الهيدروكلوريك، مثلا لما يجي يقول لي يا مستر مثلا اكسيد الصوديوم، هيدروكسيد الكالسيوم، ازاي اكتب الصيغه دي يا مستر؟ الصيغه دايما هتلاقي فيها مجموعه مع عنصر، مجموعه مع عنصر، فلازم تكون حافظ الرموز زي ما احنا لسه قايلين، المجموعات دي هتتكتب وكمان العناصر المفرده دي هتتكتب. تعال نشوف بقى نفهم ازاي. قال لي يا مستر اول حاجه نبدا بالاحماض، بيقول لي هنا بص، نقرب بقى. حمض الهيدروكلوريك اهو، حمض الهيدروكلوريك، او بنقول عليه حمض الهيدروكلوريك، لو انت هتنطق بالراحه اسمه حمض الهيدروكلوريك، فاحنا بنختصره بنقول حمض الهيدروكلوريك. طيب قال لي يا مستر اول ما تشوف كلمه حمض، انت عارف الفرق بين الحمض والقاعده والملح؟ الحمض بيبدا ب H، تمام، والقاعده بتنتهي ب OH، والملح بيكون متعادل عادي. الحمض يا مستر بيبدا ب H، فاول ما يقول لك حمض كذا حمض كذا، هات ال H حطها الناحيه الثانيه، اعكس، حط تحت اسم الملح اللي هو ده ال H، اعكس، يبقى حمض نحط H هنا. الهيدروكلوريك، قال لي يا مستر كلوريك اللي هو الكلور، فبحط هنا يا مستر الCl. صعبه؟ بسيطه. قال لي يا مستر الهيدروجين تكافؤه ايه؟
تكافؤ احادي. طب الكلور؟ قال لي يا مستر الكلور برضه تكافؤ احادي، كلنا عارفين الكلام ده كله. فيا مستر ده تكافؤ احادي، قال لي بنعمل مقص بقى. بص مقص، بدل التكافؤ بتاع ده ياخده ده والتكافؤ بتاع ده ياخده ده. قال لي يا مستر الاتنين واحد فخلاص هيبقى اتش سي ال. الواحد ما بيتكتبش، اوعى واحد يكتب لي كده واحد وواحد غلط، الواحد ما بيتكتبش، بتكتب كده اتش سي ال على طول. يبقى ده يا مستر الرمز بتاع حمض الهيدروكلوريك اتش سي ال. اوعى تكتب الواحد، طالما واحد ما بيتكتبش بتكتب على طول الرمز اتش سي ال. يبقى حمض الهيدروكلوريك رمزه اتش سي ال. عرفنا جت ازاي، هنتدرب اكتر ما تقلقش. اللي بعده حمض النيتريك. قال لي يا مستر حمض يبقى نعكس، هات الاتش هنا. قال لي النيتريك يعني النترات. قال لي يا مستر يبقى ان او 3 النترات. قال لي يا مستر الاتش تكافؤ احادي. طب النترات تكافؤها برضو احادي، لسه قايلين. قال لي يا مستر اعمل مقص بدل، خلاص واحد واحد يبقى خلاص يبقى اتش ان او 3. يبقى يا مستر ده كده يا مستر الرمز بتاع حمض النيتريك اتش ان او 3. جميل. طيب حمض الفوسفوريك. قال يا مستر حمض بنعكس، نجيب الاتش هنا. ماشي. الفوسفوريك يعني يا مستر الفوسفور اللي هو رمزه ايه لسه قايلين بي او 4 يا مستر، لازم تكون حافظ. قال يا مستر الاتش تكافؤ احادي. طب الفوسفات تكافؤها ايه؟ تكافؤها ثلاثي، لسه قايلين فوق. قال يا مستر اعمل مقص بقى، يلا بدل، ادي المقص اهو يا عم. يبقى الاتش تاخد الثلاثه، يبقى اتش 3 بي او 4 تاخد الواحد والواحد ما بيتكتبش، يبقى حمض الفوسفوريك اتش 3 بي او 4. طيب حمض الهيدروبروميك. قال لي حمض بنعكس، بنجيب الاتش هنا يا مستر. هيدروبروميك يعني البروم، ادي يا مستر البروم اهو. قال لي يا مستر الاتش احادي والبروم احادي، لما تيجي تعمل مقص خلاص واحد واحد ما ينكتبش، يبقى اتش يا مستر بي ار. ده كده حمض الهيدروبروميك. خلصت. نكمل لسه في حاجات كتير جدا، يلا ها. قال يا مستر بعد كده حمض الهيدرويوديك. حمض يا مستر بنعكس، بنجيب الاتش هنا، ادي الاتش. هيدرويوديك، يوديك يعني ريود يا مستر، ادي اي، ريود رمزه اي. ده يا مستر تكافؤ احادي وده احادي، يلا بدل. قال يا مستر خلاص ما ده واحد وده واحد، يبقى اتش اي. خلص. ده كده الاتش اي رمز حمض الهيدرويوديك. حمض الكربونيك. حمض بنعكس، بنجيب الاتش هنا يا مستر. ماشي. كربونيك يعني كربونات سي او 3. قال لي يا مستر الاتش تكافؤها احادي. طب الكربونات ثنائيه، لسه قايلين الكربونات ثنائي، عملنا عليها -2 مقص بدل. قال لي يا مستر الاتش تاخد الاثنين، يبقى اتش 2 سي او 3 تاخد واحد ما بيتكتبش، يبقى حمض الكربونيك اتش 2 سي او 3. جميل. يلا ها انت بقيت اهو، بقيت تكتب تقول لوحدك. حمض الكلوروز. يلا حمض يا مستر بيبدا باتش، اعكس. كلوروز اللي هي مجموعه الكلورايد سي ال او 2. قال لي يا مستر ده احادي وده احادي، لما تيجي تبدل خلاص اتش سي ال او 2 يا مستر، ده رمز حمض الكلوروز. خلصت. كده خلاص خلصنا من الاحماض، كده خلاص كل الاحماض خلصنا منها. في حاجه صعبه؟ نخش بقى يا مستر على الصيغ العاديه. كبريتات الصوديوم. اول ما تلاقي صيغه عاديه ما فيهاش لا حمض ولا اي حاجه، خلاص بتكتب الرمز تحت كل حاجه. الصوديوم تكتب تحتها بقى الصوديوم اللي هو ان ايه رمزه. كبريتات رمزها السو 4، بتكتب بقى تحت كل حاجه الرمز بتاعها خلاص. انما الحمض بتعكس، بتجيب الاتش الناحيه الثانيه. انما في الصيغه الثانيه ركز، في الصيغه الثانيه بتكتب تحت كل حاجه الرمز بتاعه. الصوديوم ان ايه تكتب تحتها ان ايه، كبريتات تحتها اس او 4. الصوديوم تكافؤه احادي يا مستر، كبريتات ثنائيه، بدل. يلا ها بدل. يبقى يا مستر ان ايه تاخد 2 ان ايه 2 اس او 4. يبقى ده كده يا عم الرمز بتاع كبريتات الصوديوم ان ايه 2 اس او 4. يلا نتدرب كمان ها، يلا معايا. نترات الصوديوم. الصوديوم يا مستر رمزه ان ايه، نترات ان او 3. جميل. قال لي يا مستر تكافؤ الصوديوم احادي وتكافؤ النترات احادي، يلا بدل. قال لي يا مستر خلاص واحد واحد، يبقى ان ايه ان او 3. ده كده يا مستر نترات الصوديوم ان ايه ان او 3 اهو، مش محتاج تحفظ، انت لو فاهم هتحل على طول. كربونات الكالسيوم. الكالسيوم يا مستر سي ايه، رمزه سي ايه، الناس اللي نسيت عشان ما كتبناهاش في العناصر. الكربونات. قال الكربونات يا مستر سي او 3 لسه قايلينها. قال يا مستر الكالسيوم تكافؤه، كلنا عارفين ان الكالسيوم ثنائي والكربونات تكافؤها ثنائي، انا اسف ثنائي. بدل يا مستر. واحد يقول لي يا مستر سي اي 2 سي او 3 2، لا يا حبيبي طالما لقيت كده بسط، هقسم هنا على الاثنين فيها الواحد وهنا على الاثنين فيها الواحد، طالما ينفع تتبسط بسط. هتبقى يا مستر سي اي سي او 3 سي اي سي او 3، يبقى سي اي سي او 3 كربونات الكالسيوم. يلا اخر صفحه في الصيغه اهي، يلا محاضره بسيطه والله. قال يا مستر نيتريت البوتاسيوم. نيتريت البوتاسيوم، بوتاسيوم يا مستر كي، ادي يا عم الكي تحتيه. نيتريت قلنا نيتريت ان او 2
قال لي يا مستر البوتاسيوم تكافؤه احادي والنيتريت احادي، يلا بدل. قال لي خلاص يا مستر، واحد واحد خلاص، يبقى كي ان او 2. يبقى لما اجي اقول لك في الامتحان كي ان او 2 يبقى ده نيتريت البوتاسيوم. لما تيجي تقرا بتقرا من هنا لهنا، من هنا لهنا، من اليمين للشمال. قال لي يا مستر فوسفات الامونيوم، ركز بقى في دي مهمه. فوسفات الامونيوم، الناس تقول لي دي صعبه، والله سهله. الامونيوم رمزه NH4، لسه قايلين دي مجموعه، والفوسفات بص الاثنين مجموعات، الفوسفات PO4. قال لي يا مستر الامونيوم تكافؤه احادي انما الفوسفات ثلاثي. يلا اعمل مقص وبدل. قال لي يا مستر ركز. واحد يقول لي يا مستر خلاص ال NH4 تاخد التلاتة، يبقى يعمل لي NH4 كده. غلط، ما ينفعش. لازم طالما مجموعة تعمل لي قوس وتكتب لي جنبها 3 BO4 كده، لما اشوفها في الامتحان اعمل لك صح. انما ما تجيش في الامتحان تقول لي NH3 NH4 وتعمل لي جنبها 3 كده، غلط. طالما يا شباب مجموعة مش عنصر تعمل لي جنبها قوس كده، مهم جدا الحتة دي عشان كده انا جبتها. طالما لقيت مجموعة تعمل لي جنبها كده قوس، طالما مجموعة تعمل لي قوس، انما لو عنصر لا، زي ما احنا هنا بص قلنا قبل كده اهو، بص هنا بص اهو Na2 عادي لان ده عنصر بتكتب جنبه عادي، انما لما تكون مجموعة زي الامونيوم كده NH4 مجموعة على بعض لازم تعمل قوس. خد بالك نكمل. اكسيد الصوديوم، الصوديوم Na، اكسيد ده اللي هو الاكسجين O. قال لي يا مستر الصوديوم تكافؤه احادي والاكسجين كلنا عارفين ان هو ثنائي، بدل. يلا ها، هيبقى يا مستر Na2O، خلاص مش محتاج قوس لان ده عنصر، صح كده خلاص. في حاجات شباب التكافؤات بتاعتها انا ما قلتهاش لان هي معروفه، الاكسجين كلنا عارفين تكافؤ ثنائي مش محتاجين، انما انا قلت للناس ممكن تنساه اللي مهم. هيدروكسيد الكالسيوم، ركز. الكالسيوم يا مستر رمزه Ca. طب الهيدروكسيد لسه قايلين هيدروكسيد OH. قال يا مستر الكالسيوم لسه قايلين من شويه ان هو تكافؤ ثنائي، الهيدروكسيد احادي، يلا بدل. ها، قال يا مستر هتبقى Ca. واحد يقول يا مستر OH باي 2، ها اللي هيعمل 2 جنبها مين الحمار اللي هيعمل 2؟ غلط، لازم يا مستر قوس لان دي مجموعه، يبقى CaOH باي 2 هيدروكسيد الكالسيوم. وبكده نكون خلصنا كل الصيغ اللي موجوده اللي انا كنت عايز اضربك عليها في الحصه دي، سهله جدا جدا. اخر حاجه بقى مهمه جدا وعايزك تعرفها، بص حصه بسيطه هي بتاع نص ساعه، عايزك تعرف الروابط الكيميائيه ودي مهمه جدا جدا جدا. قال لي يا مستر هنبدا اول حاجه بحاجه اسمها الرابطه الايونيه، تعالى بقى ايه نكتب احنا في صفحه بيضاء كده عشان ايه ناخد راحتنا. قال لي يا مستر يعني ايه رابطه ايونيه؟ طبعا انت فاكر الروابط خدناها في سنه اولى، بس انا براجع لك عليها والله عشان انا بحبك. يلا يا دكتور، يا دكتور الرابطه الايونيه بتاعت حضرتك. قال لي يا مستر ايونيه من اسمها، رابطه ايونيه يعني بيكون فيها ايونات، من اسمها كده ايونيه يعني فيها ايونات. قال لي يا مستر بيكون فيها ايون موجب وايون سالب. طب الايون موجب ده بيجي منين؟ بيجي يا مستر من الفلز، كلنا عارفين ان الفلز هو اللي بيفقد وبيتحول لايون موجب، واللا فلز هو اللي بيكتسب وبيتحول لايون سالب. فقال لي يا مستر هي عباره عن ايونات، الموجب بيجي من الفلز والسالب بيجي من اللا فلز. طيب تعرفها ايه؟ قال لي يا مستر الرابطه الايونيه هي عباره عن تجاذب كهربي. تجاذب، ما الموجب يا شباب عكس السالب، فالاتنين لما يبقوا مع بعض يحصل بينهم تجاذب كهربي. طب يا مستر زي ايه؟ زي مثلا الصوديوم، تعال ناخد مثال ال ايه يا مستر الصوديوم. الصوديوم ده فلز ولا لا فلز؟ فلز. قال لي يا مستر الصوديوم ده بيفقد فيديني ايه زائد الالكترون، فقد الكترون، فلما بيفقد بحط عليه يا مستر اشاره موجبه كده فاسمه ايون الصوديوم. طيب الكلور مثلا، قال لي الكلور يا مستر لا فلز فبيكتسب، بديله الكترون اهو، خد الكترون، فلما بيطلع بره بيديني Cl سالب لانه اكتسب الكترون. لما الاتنين بيجوا يتحدوا مع بعض بيبقى Na موجب ها Cl سالب، اللي هو ده ايه بنقول عليه ايه يا شباب؟ ده بنقول عليه ايه؟ Na موجب Cl سالب، ده بنقول عليه، كنا بنقرا من اليمين للشمال كلوريد. يلا ها، كلوريد الصوديوم اسمه كلوريد. واحد يقول لي بس تعالى نكتبه، الصوديوم رمزه Na والكلوريد Cl، ده تكافؤ احادي وده احادي، بدل اهو يبقى NaCl اهو. كتبت لك الصيغه، بص احنا في ايه ولا في ايه بندربك اهو. يبقى NaCl اللي هو كلوريد اللي هو ملح الطعام يا شباب، ملح الطعام اللي هو الملح اللي بتحطه في الاكل، هو ده ال NaCl اللي هو كلوريد الصوديوم. فده الرابطه اللي بينه ايونيه لان هنا في موجب وسالب فبيعمل بينهم، بيحصل بينهم تجاذب كهربي، فالرابطه هنا اسمها رابطه ايونيه. دي كده الرابطه الايونيه. طب يا مستر النوع التاني من الروابط ايه؟ ها نرجع للPDF هتلاقيها رابطه تساهميه.
الرابطة التساهمية. تعالى يا عم نكمل. قال يا مستر الرابطة التساهمية. يعني ايه يا مستر رابطة تساهمية؟ من اسمها تساهمية، يعني بيحصل يا مستر تساهم، في تساهم بالالكترونات، في عناصر بتساهم بالالكترونات. تساهمية يعني عناصر بتساهم، يعني بتدي الكترونات. زي مثلا الاتش اللي هو الهيدروجين. الهيدروجين عدده الذري واحد، لما بتيجي توزعه بتقول واحد. طب تعالى كده وزعه بالدوائر، طريقة الدوائر. قال لي يا مستر ادي النواة، لما باجي اوزعه بعمل كده اهو واحد. طيب مثلا الكلور، قال الكلور ده مستر 17، فلما باجي اوزعه بقول 2 8 7، 2 و8 10 و7 17. لما بتيجي توزعه عن طريق المستويات بتعمل كده، ادي دي النواه وادي كي في 2 اهو، اول حاجه في 2، بعد كده في 8 اهو، 1 2 3 4 5 6 7 8، والاخير يا مستر فيه 7، 1 2 3 4 5 6 7 7. ادينا كده وزعنا. قال لي يا مستر لما بيجوا يتحدوا مع بعض، قال لي الاتش اهو لما بيجي يتحد ادي 1 2، ده كده الاتش بيجي يتحد مع الكلور، ادي يا مستر 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8، 1 2 3 4 5 6 7. قال يا مستر لما بيتحدوا مع بعض ده الكلور اهو بيديني في النهايه اتش سي ال. ده يا مستر لما اجي اقول لك الرابطه في نوعها ايه هتقول لي رابطه تساهميه. ليه يا عم الحاج رابطه تساهميه؟ هتقول لي يا مستر لان كل واحد ساهم بالالكترونات اللي معاه، زي ما انت شايف كده اهو، كل واحد بيساهم بالالكترونات اللي معاه عشان يعملوا لي رابطه تساهميه موجوده بينهم هما الاثنين. فلما يجوا هما الاثنين يرتبطوا، هيرتبطوا يا مستر عن طريق رابطه تساهميه بالمنظر ده، نوعها تساهميه. انما NaCl قال لي ده فقط فتحول لموجب، ده اكتسب فتحول لسالب، فالرابطه بينهم ايونيه يا مستر لان هما الاثنين بينهم تجاذب كهربي. انما الرابطه دي تساهميه لان كل واحد فيهم يا مستر ساهم بالالكترونات اللي معاه. وبكده نكون خلصنا يا شباب الحصة التأسيسية بتاعتنا، واقدر اقول لك عاش يا بطل، بجد عاش يا بطل ان انت كملت لحد الاخر. وبإذن الله الحصة دي هتفرق معاك جدا 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 لما تيجي تخش على الوحدة التانية. بجد عاش عليك، انا مبسوط منك جدا. وباذن الله لما نبدا مع بعض الوحده التانية هتلاقي نفسك ماشي فيها زي الفل ومش محتاج اي حاجه، لان انا عرفتك الرموز وعرفتك المجموعات وازاي تكتب صيغه، وكمان عرفتك انواع الروابط، وكل ده مش هتحتاجه تاني خلاص. طالما انت ذاكرته المره دي مش هتحتاجه تاني. انما الناس بقى اللي ما ذاكرتش ومش فاكره الكلام ده وداخله على الوحده التانية على طول، للاسف انت هتتعب في الوحده التانية جامد. فانا بسطت عليك وقلت لا عشان انا بحب طلابي وعملت لكم الحصه التاسيسيه دي، وباذن الله هتفرق معاك جدا لما نبدا شغل في الوحده التانية. هتلاقي الموضوع سهل وبسيط معاك. بالتوفيق يا حبايبي، عاش عليك يا بطل، بحبكم في الله، وافتكر ان طلاب مستر عاطف بجد غير اي حد. والسلام عليكم.